النهاردة موضوعنا عن أكتر حاجة هتجيبك العيادة عندي. النهاردة موضوعنا عن تسوس الأسنان. يلا بينا. يلا بينا بقى نعرف إزاي بتحصل سوسة الأسنان. سوسة الأسنان عبارة عن ثلاثي خطير من بواقي الطعام، بكتيريا موجودة في الفم، ووقت كافي سمحت بيه لأنك ما غسلتش أسنانك. تبدأ بواقي الطعام تتحلل بالبكتيريا اللي بتبدأ تفرز أحماض بتاكل في مينا الأسنان وانت نايم ومش داري بكل حاجة. تبدأ السوسة تعدي من مينا السن لعاج السن وتوصل للعصب. الألم لو في جسم السن الخارجي بيبقى بسيط، ألم مع الساقع مع السخن مع الحلويات. يبدأ التسوس يدخل في جسم السن أكتر ويوصل لعصب السن، يبقى ألم لا يطاق وبيصحيك من النوم وبيخليك مش عارف تاكل ولا تفتح بقك. حد فيكم بقى جرب يحس بالحفرة اللي بتحصل في السنة وسابها وفجأة لقاها كبرت وبقت قد كده؟ احكولي عن تجربتكم مع تسوس الأسنان. يبقى سوسة الأسنان بتحصل إمتى؟ لما ما نغسلش أسناننا ونسيب بواقي الطعام تترسب على سطح السن. أكلنا سكريات كتير ومشروبات غازية عملت ضعف في مينا السن. تبدأ السوسة تكبر وتتحرك من مينا السن لعاج السن لعصب السن. طب هنعالج السوسة إزاي؟ لو التسوس سطحي موجود في المينا أو العاج هنعالجه عن طريق عمل حشوات. ولو بدأ التسوس يوصل لعصب السن هنحتاج إن احنا نعمل حشو للجذور. أما بقى لو سبت السوسة وأكلت السنة واتدمرت تماماً، للأسف هنضطر إن احنا نخلع الضرس ونعوضه عن طريق وضع زرعات. من أكتر الخرافات اللي بسمعها عن تسوس الأسنان إن أنا لو بطلت أكل سكريات السوسة هتتعالج لوحدها. يا سلام، أمال السوسة اللي حصلت في السنة دي مين هيسدها؟ كمان حد يقول لي خلاص حصل لي ألم بسيط هاخد قرص مسكن وهتعدي. طب والسوسة اللي أكلت في جسم السن واللي هتكبر أكتر وأكتر؟ حد تاني بقى يقول لي لو السوسة صغيرة مش مهم يا دكتورة سيبيها. هنسيبها عشان ترعى وتكبر وتبقى سوسة قد كده. احكولي بقى انتوا مين فيكم سمع عن وصفات بنستخدمها في البيت لعلاج التسوس؟ وهنعيد ونزيد ازاي نقدر نهتم بأسناننا. غسيل الأسنان مرتين في اليوم، خيط الطبي مرة واحدة في اليوم على الأقل، زيارة طبيب الأسنان بصفة دورية على الأقل مرة كل 6 شهور، والوقاية خير من العلاج. ويا سلام يا سلام لما أسناننا تبقى تمام.